السلام عليكم، ايه الاخبار؟ يا رب دايما تكونوا بخير. هقول بس معلومه بسيطه. في ناس كتير قوي كانت مكلماني على اجهزه بوكو اكس 3 برو، في منهم طبعا اللي بيجي وفي منهم اللي ما بيجيش. اللي بيكلمني من خلال شهر شهرين ثلاثه فاتوا وبيقول لي ان انا عاوز اعمل الجهاز عندك ريبولينج للسي بي يو بتاعه عشان خاطر الموبايل فصل مره واحده، وهل بعد ما هعمله هيرجع تاني وي وي والكلام ده كله. واقعد ارغي معاه صاحب التليفون يقول له لا مش هيرجع تاني، بس اهم حاجه ما يبقاش في حد اشتغل فيه قبل كده عشان ما يبقاش عليه شغل بطريقه مش احترافيه، فالدنيا تبوظ اكتر فتيجي بقى تحاول تعمله. للاسف ممكن ما يتعملش وممكن يتعمل بتكلفه اعلى من اللي انا كنت قايل لك عليه. الاقي بقى ناس بتكلمني بعد شهرين ثلاثه: معلش يا باشمهندس، هو قلت لحضرتك مكانك فين؟ اصل انا بصراحه كان مشوارك بعيد وانا كسلت ان انا اجي لك، ورحت لحد قريب مني، يعني حد رشحني ليه وكده والكلام ده كله، بس الجهاز للاسف حاول فيه ما ظبطش. والله اكتر من كذا حد نفس الموضوع كده. هوريكم بقى دلوقتي شكل الجهاز وشكل المنظر بتاع الجهاز في الاخر جاي دلوقتي عشان احنا نعمل محاولة بعد لما هو راح لحد. طبعا ده كل شيء نصيب، هو وارد يتعمل عندي، وارد انا احاول فيه بضرب مرة اتنين وتلاتة واربعة ويبقى محتاج قطع غيار ومش مش يعني ما تبقاش موجود عندي ويروح لحد غيري ويتعمل. انا ما بتكلمش على مسألة النصيب بس، يعني خلي بالكم. يعني حاولوا ان انت تروح لحد يبقى بيشتغل في الاجهزه دي، بيحاول يطلعها مظبوطه من اول مره، ما يبقاش بيحاول يعمل شغل عليها مره واثنين وثلاثه. عشان انت لما تروح لحد، مش انا، لما تروح لاي حد تاني غيري ما تروحلوش بالجهاز معمول عليه شغل قبل كده والجهاز يبقى مهلوك منه. بصوا انا لسه بفتح الجهاز، يعني بصوا منظر الجهاز، بصوا منظر الظهر، منظر الماده اللي ملزوق بيها، يعني تحس اللي هو خريطه. والله ده مش منظر. بص منظر الجهاز كمان، تقريبا هو وقع من العميل بعديها كمان في ميه ولا ايه. بص منظر. المفروض بقى مطالب اللي احنا نحاول فيه بدل المرة اتنين وتلاتة واربعة، بعد لما هو اصلا اتحول في البوردة مرتين تلاتة قبل كده عند حد تاني.